صديق ليا بيحكي لي ان في حد من اصدقائه جاب له صباره هديه. هو بصراحه النوع ده من الصبارات ما بيحبوش. المهم خد الصباره وحطها في البيت. هو اتعور منها والكلب بتاعه اتعور منها، حتى العصافير اتعورت منها والست اللي بتنظف اتعورت منها، لغايه ما صاحبي قام قايل وخد قرار ان هو هياخدها ويرميها، وقام شايلها من جذورها وشال الطمي من حواليها ورماها جنب السور من غير ميه ولا شمس. وكل يوم يعدي عليها ويبص لها ويقول لها هبقى ارميها بكره، هبقى ارميها بكره. يفوت على الكلام ده سنه، ولما الدنيا مطرت اليومين اللي فاتوا صاحبي وهو بيعدي بيبص على الصباره لقاها طلعت ورقتين خضر، بدأت تعجبه فقام واخدها ورجع يهتم بيها تاني. قال لي انا اتعلمت درس مش هنساه في حياتي. قلت له خير، ايه هو الدرس؟ قال لي مش معنى ان الناس مختلفة عنك ان ده يديك الحق انك تتعامل معاهم وحش. بس السؤال اللي خطر في بالي هو لو ما كانش شاف الورقتين الخضر كان هيحب الصبارة ويرجع يهتم بيها تاني ولا لا؟ الظروف الصعبة هتعمل حاجتين فيك، يا هتطلع احسن حاجة فيك يا هتطلع اوحش حاجة فيك. والناس مش هتهتم بيك ولا هتهتم انها تسمع قصتك غير لما تنجح. يعني لو فشلت عادي، محدش مهتم انه يسمع انت فشلت، بس الناس هتهتم انها تسمع اللي انت فشلت ونجحت، ان الظروف الصعبة ازاي شكلت منك حاجة حلوة. بس اسمعها تاني.